ده الجمل نبيل، الجمل اللي كان بيحمل كسوة الكعبة، اللي كانت بتتوجه هنا من مصر لحد مكة. كان بيخرج من مصر هنا بالطبل والمزمار، وهو شايل الهودج وعليه الكسوة بتاعة الكعبة. كان بيتقدم المسيرة دي الجمل نبيل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، اسمه باين عليه. كان بيمشي وراه جمل تاني اسمه الجمل مبروك. عايز اقول لكم ان كسوة الكعبة كانت بتخرج من مصر بامر من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لان مصر كان فيها قماش اسمه القباطي، وده افخم واندر انواع الاقمشه اللي موجوده في مصر. وكان بيخرج القماش ده كان بيجي من الفيوم، من محافظه الفيوم. الجمل كان بيخرج بكسوة الكعبة من عهد سيدنا عمر بن الخطاب لحد سنة 1962. بعدها نال شرف صناعة كسوة الكعبة المملكة العربية السعودية. كان المحمل ده بيخرج من مصر هنا بالطبل والمزمار، وكان بيبقى ليه مراسم خاصة جدا. كان مجموعة من الطرق الصوفية بيخرجوا بالطبول والمزمار والرايات